بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاسم الكريم محمد طاهر أبو بكر الجمال. من هنا أرسل رسالتي لأهلي، يعني أنا في أمان، يعني ما يشوف لي أهم أمني وأمان إن شاء الله بين يدينا القوات المسلحة. والحمد لله من ما جينا هنا ما وجدنا أي تعامل كعب ولا حاجة كعبة ولا، يعني الحمد لله، يعني نتمنى كل الخير، بس لقينا منهم كل الخير إن شاء الله. والآن إحنا قاعدين في يد أمينة إن شاء الله، ونتمنى من أخواتنا اللي الآن حاليا دي بقاتلوا، ونتمنى أن يسلموا يعني للقوات المسلحة وينضموا للقوات المسلحة، وربنا يحق دماء المسلمين. وما في حاجة يعني بتخلي يعني مؤسفة، بتخلي يعني ناس مفترض يعني يمشي قاتل في دولة تانية، ممكن يعني في دول جواز ما تعيد تاكلوا من بيناتهم يعني. ونتمنى إن شاء الله ربنا يحق دماء المسلمين إن شاء الله. معاكم الأخ أحمد حماد محمد عبد الواحد من ولاية وسط دارفور زالينجا. الأخ جيت أساس سلمت أن القوات المسلحة الحمد لله تعامل جيد، ما في أي كلام. ونتمنى لأخواننا في الدعم السريع واحد يجي أقرب منطقة للقوات المسلحة يسلم لنفسه، ما في حاجة وما في بلادنا خربتها المشاكل اللي احنا بأنه أفراد نفرين بأنه فقدنا فيها كمية من العدد من المواطنين أو من الجيش كلهم أخوان. وإن شاء الله نترجى بأنه يكون في أقرب زمن تشوفوا المشكلة دي لها حل يعني. ونحن الحمد لله أنا في صحة عافية وجيدة يا الأسرة، ما في حاجة، خلوكم مطمئنين يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حسين آدم كومبا رشيد من الفاشر عسكر زمزم. أنا تابع للقوات الخاصة 117 قطاع كافوري، قوات الدعم السريع. جيت هنا أخواننا في القوات المسلحة أسعفوني ودوني المستشفى وداوني، والأطباء واقفين معانا يعني ما قصروا فيه لغاية ما حس الحمد لله بلغت الصحة وبقيت أقدر يعني أتوقع على رجلي أمشي بها. والرسالة لأخواتنا في قوات الدعم السريع الحسة بيقاتلوا في الشارع إنه يعني يكفوا عن الحرب ويرفعوا يدينهم يعني للقوات المسلحة، يجي يسلموا يعني إن شاء الله القوات المسلحة فاتحة صدورهم لا يستقبلون في أي وقت وأي زمن إن شاء الله. ورسالة للعسر في الفاشر وفي كادوغلي في الدلج إنه أنا الحمد لله على كل حال كويس، ما عندي أي عوجة. أنا هاشم حامد عبد الله محمد هاشم من ولاية الضعين. تجندت في قوات الدعم السريع القوات المسلحة 117. أنا أتمنى من كل القوات أن تنضم كشعب واحد، وما في داعي يا أخوانا للحرب. نحن كسودانيين كوطن بيناتنا لسفك الدماء. لو كانوا يشوفوا هذه الدماء المتوفرة في الأرض هذا غلط، وإن شاء الله الناس تنضم وتوحد وتكون في شعب واحد. وأنا الآن في يدي القوات المسلحة في أمان إن شاء الله. اللي بياكلهم ناكلها نحن واللي بيشربهم بنشربها نحن. وأوصي أسرتي في الضعين أنا بتمام وألف الخير إن شاء الله. الرحمن الرحيم. أنا محمد عبد الله محمد رغيب تابع لقوات الدعم السريع. سلمنا في القوات المسلحة والآن أنا الحمد لله في أحسن حال ووجدنا منهم أحسن تعامل. رسالتنا لأخواننا إن شاء الله نقول لهم السودان ده كله بلدنا ونحن كلنا واصين عليه، وما في داعي للحرب دي. الناس توقف الحرب عشان المواطن ينعم بالأمن والأمان والسلام، ونحن أبناء بلد واحد وما في داعي نتقاتل لأي سبب من الأسباب. أطمن أسرتي إن شاء الله أنا كويس الحمد لله. أحمد سلام محمد جمال الدين من أبناء مدينة المجد التابع لقوات الدعم السريع. وبتمنى من أخواننا اللي بيتشاكلوا الآن يجي يسلموا نفسهم القوات المسلحة، ما في داعي للمشاكل. نحن كلنا كسودانيين يعني ما في حاجة ما في فرق بيننا بين القوات المسلحة. وأطمن أسرتي في مدينة المجد أنا الحمد لله في أمن وأمان في يد القوات المسلحة. بتمنى من كل أخواني يجي يسلموا القوات المسلحة. الرحمن الرحيم. نليزم نور الدين تيراب حسن شاق الدين أتباع القوات الدعم السريع دائرة الشرطة العسكرية. أما الآن أنا حاليا في أيادي القوات المسلحة في حفظ تام، وأحب أرسل رسالة للأسرة في صحة تامة الحمد لله ما في عوجة. وأحب أرسل رسالة برضو للناس في الميدان ما في داعي المشاكل، الناس تحاول تسلم نفسها القوات المسلحة إن شاء الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. معكم أخوكم محمد يحيى محمد موسى من قطاع في الجنينة. وأقول لكم إخواني أنا
في قوات الدعم السريع، قاعد في حمايات البيت، ونمرة 50-80-94. المجموعة 404 حمايات، والسكن الجنينة. وأقول لكم أخواننا البغاطلوا برا كفاية دماء وكفاية أي حاجة، ما في داعي للشغلة دي وما في أي حاجة للشناي دي، كلها حاجات تافهة ساكت وما عندها أي برنامج. وأقول لكم أخواننا في القوات المسلحة ما قصروا معانا، نحن انصبنا وقاعدين في رعايتهم، والحمد لله كل في أمن وأمان، ما في أي عوجة، ونحن هسي في أمن وأمان. وأقول لكم الأسرة الكريمة أنا كويس في أمن وأمان، ومشوا لي أي هم، أنا في يد القوات المسلحة في أمن وأمان، طب وأي حاجة. وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. معك إدريس محمد حماد محمود. أنا في خرطوم بقطاع كافوريا، هسي انضربت لكن بقيت كويس الحمد لله. وأخواننا واقفين معانا والله، الدكاترة والمعاملات كويسة والله، ما حصلت أي شيء، كويسة ما عندها أي شيء والله، واقفين معانا كويس الدكاترة والأكل والشراء كله كويس الحمد لله. وهسي بقيت كويس، الحمد لله. لو أنا من أولاد الضعين لكن حليت أما طارق. الأسرة والأخوات والأخوان كلهم أنا كويس الحمد لله، والله. القوات المسلحة واقفة معانا كويس، الدكاترة والأخوان، ونحن في حاليا في يدها، لكن والله واقفين معانا كويس. وأخواننا البرع أيوه يا ريت تسلموا والله، ما قصروا مني للآن، من يوم حدين، من يوم جينا لحد الآن ما قصروا مني، واقفين معانا كويس دكاترة وأي خدمات. وأخواننا البرع عليكم الله، تعالوا سلموا يدكم والله، ما في أي شيء الحمد لله. نحن واقفين معانا كويس، ما قصروا معانا في أي شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، وبين نستعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أنا أمين صديق من أبناء جنوب كردفان، أتبع للشرطة العسكرية شمبات، تأمين السجن. أنا أصبت جاي من السجن، جايين نسلم. أنا أصبت من السجن لقوات شعب مسلحة في المنطقة بين الشارع ده. أنا أصبت، أنا بخير وعافية والحمد لله، لا يفقدني شيء، وخير وعافية. وأبلغ تحياتي للأهل كلهم، وأقول لأخواننا في الميدان الرجاء خاص، إذا سمحتوا ما في داعي للمشاكل والحروبات والكلام الفارغ التعملوا فيه ده، ونتمنى منكم تيجي تسلموا. وقوات شعب مسلحة فاتحة لكم صدورها، والحمد لله من جينا ما شفنا منهم معاملة كعبة، شفنا منهم أحسن معاملة، ومعاملتهم معانا كويسة شديد. وزي ما شايفين أنا الحمد لله بخير وعافية، ما عندي وجه صبت هنا في كتفي وفي كراعي كويس، والحمد لله. لسه من جيت برعاية، علاجاتي في زمنها، واجباتي في زمنها، الحمد لله. يا اخواننا من ضباط صف لضباط الحمد لله واقفين معانا، خادات وافراد كويس، ما مقصرين مننا في شيء الحمد لله. وانا بخير وعافية، وابلغ تحياتي. وانا من ابناء جنوب كردفان الجبال الشرقية كويس، وهنا ساكن الكلاكل القبة شمال شارع 15 مربع 1 كويس. وانا تمام ما عندي ولا الاهل كلهم بدون فرد يعني. وشكرا لكم كثير اخوة الشعب المسلحة، وتحية خاصة لاخوة الشعب المسلحة، وشكرا. انا محمد اسحاق حسن احمد، تابع قوات الدعم السريع، الرتبة وكيل عريف. وطبعا جيت من اول مشكلة سلمت نفسي للقوات المسلحة، والحمد لله الحصل كله خير، يعني ما شفنا منهم عامل سيء، عملنا احسن تعامل وطمنوني يعني هم واخواننا، فنحن في وطن واحد والحمد لله ما حصل لنا اي حاجة، كله تمام. والله اطمن اسرتي انا في يد امينة وكويس الحمد لله، ما حصل اي حاجة، تعامل جيد. من يوم جينا في القوات المسلحة عاملون احسن تعامل، ناكل سوا وبنشرب سوا الحمد لله، لحد الان قاعدين معاهم يعني في نفس التعامل، يا هو بعاملوا العساكر التانيين نفس ما عاملونا بين احنا ذات. الاسم حسن محمد عطية، تابع لقوات الدعم السريع وكيل عريف. والله الحمد لله أنا في يد قوات المسلحة، ويعني في أمان
ما في أي حاجة. ورسالتي للأخواني يعني في الدعم يعني بالنسبة للأسر الماسكنهم يعني عملوا معاملة كويسة. والله صرت يعني أنا الحمد لله كويس فخير ونعمة إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يحل المشاكل بصفة عامة إن شاء الله.